الفيلم بيبدأ عن حرامية بيفتحوا ازاز المحل عشان يسرقوا الجوهرة ويخلصوا السرقة. يشوفهم الظابط يجري وراهم فيهربوا منه ويطيروا بجناحات صناعية. فيظهر راجل مقنع جاب الحصان بتاعه ياخد منه الجوهرة، ويجري واتسون صاحب هولمز بيجري عشان يقول له الخبر، فيقول له ان في جوهرة اتسرقت ودي تالت واحدة تتسرق في اليوم. فيقول له هولمز ان انت معرفتش الاخبار صح من الجورنال. فينده هولمز على جيري ويجي جيري يديله فلوس عشان يجيب له الجورنال. فيظهر توم طبعا عارفين اللي بيحصل لما يزوموا الاتنين في خناقات ومضادات والدنيا تتقلب. فياخد الجرنال ويرجع من غير اي خدش. فيجري توم وراه مستحلف له فيرميه بالكوس فيقطع الجرنال، ياخد جيري حته من الجرنال بعد ما اتقطع ويهرب وينجز عشان هولمز. فيدي لهولمز ويقراه ولسه توم مصمم يجري وراه. فيسأل واتسون مين القط ده، فيدي هولمز جواب يطلع فيه قضية ولغز طبيعي من هولمز عشان يحله. فيروحوا مسرح بروس الموسيقي، في هناك واحد تعمل عروض اسمها ريد. فيخلص العرض يدخل هولمز عشان يسلم عليها، وبعدين ايه يا جي مالك داخل سخن كده، ده انت فاضي يا جدع. فتأسفها عن اللي جيري عامله ده. فتقول له هولمز انها حد هددها. فيقول لها هولمز ان هي مخطوبة عشان هو لاحظ من الخاتم، فيعمل ده بيشمها وهي طايرة طبعا. فيعرف هولمز سبب التهديد ليها. فيعرف ان الجوهرة اللي اتسرقت من اشهر الاحجار الكريمة وانها شديدة في الكسوف بتاع الشمس. يحرس الكلب وابنه الجوهرة، فيمشي الكلب والحرامية تحتيه يفتحوا الارض بشنيور ويسرقوا الجوهرة. وابن الكلب قصدي الكلب ابنه بقى يقعد يفهم غلط، يشوفهم هما بيسرقوا فيهربوا ويطنشوه وينزلوا عادي من غير حاجة تحصل. فيوصلوا للبيت ريد يهربوا الحرامية من بيتها. فتوب وجيري يتخانقوا مع بعض كعادتهم. فيلاقوا نفق فينزلوه يدوروا يلاقوا ان شارة خشب. فيعرفوا ان هولمز ان الجوهرة اتسرقت هنا. فيمسك جيري بزرار يشوفوا هولمز، فيعرف ان الاتنين انهم يوصلوا ريد. في وسط المنطقة بتاعتهم يمسك توم الجاروف يقول للحرامي ان الجاروف ده اللي ماسكه بتاعه، فياخدوا منه ويهرب مع اصحاب الحرامية ويمشوا. فيجي الشرطة لبيت ريد يقول للظابط ان اللي هيقبض على الحرامية ليه مكافأة كبيرة. فيطمع الكلب ويكون طماع وينسى صاحبه الكلب وياخده. فيخرج ويشوفهم بيهربوا فيجري وراهم. فيدخلوا الكنيسة يستخبوا فيها. فيدخلوا الضباط الكنيسة عشان يدوروا عليهم يستخبوا. وتمشي ريد في اتجاه وتوم وجيري في اتجاه تاني يستخبوا. توم طبعا في البيانو. فيقعد الكلب يعزف على البيانو ويطيروا عند الكارو بتاع الحرامية. فيشوفوا الجاروف يقعدوا يفتكروا ان ده بتاع القط الحرامي اللي خده منه. فيوصلوا للخمارة بتاع الكنيسة انه الحرامية قاعدين هنا. فتدخل ريد تغريهم القطط، حتى القطط مش مستحملة، يعني البشر هيستحملوا. فيشوفوا الجوهرة في راس اوضة الحرامي. فيروح الفار يخش في طاقيته وياخدوها ويجري. فيشوفوه معاه الجوهرة فياخدهم توم بالطبق ويجري ويضربوه في عين توم وياخدوا جوهرة بجيري ويجري وراهم توم لكن هما بيهربوا. فيشوف الفار اسم الكارو فيعرف ان القطط دي شغالين حفار في القبور. فيروحوا القبور هناك يشوفوا جوهرة على ايه تمثال هناك. فيروحوا عشان ياخدوها. يجي الراجل بالحصان اللي سرق جوهرة في اول الفيلم ياخدها ويهرب منهم. فيجري وراه جيري ويستخبى في دير الحصان ياخد مفتاح ويوقف. فيسمع صوت القطط الحرامية فيستخبوا. فتروح رد عند الراجل هولمز ليه. فتروح يفتح لها الباب ويدخلها ويقفل الباب في وش توم. فيشوف توم الظباط فيهربوا هو والفار ويدخلوا عند الراجل. فيكسر توم الفازة فيسمع توم البروفيسور ده صوت حاجة. فيخش يطمن ويقدم لها الشاي ويقول لها ان راح يشوف حاجة ان هو سمع صوت حاجة فوق. فيدخلوا في اوضة مكتوب فيها خاص. يشوفوا جهاز كبير عملاق يطلعوا في السطح يلاقوا جيري جوهرة يمسكها ويوقعوا في الدفاية للنار. ياخد البروفيسور من الفار الجوهرة ويشوفوا ريد يلاقيها مكتفينها هو والقطط الحرامية ويكتفهم ويخطفهم ويقول لهم ان هو هيشغل الجهاز هيعمل مع كسوف الشمس عشان يسرق الدهب والالماظ والكنز من البرج بتاع لندن. ويفكر هولمز ويجمع خطوط القضية تجيله الفكرة ويجري. فيشغل البروفيسور الجهاز ويحط الريزر ويخرج البرج ويدخل القطط يسرقوا الدهب. ويجري توم بجناح ويجري هولمز بالحصان عشان يحصلوا البروفيسور وياخدوا ريد. فيتقبض على الحرامية اللي هما القطط ويساعد توم وجيري ريد. ويروح جيري عشان يوقفه ويفك الحزام بتاع الحصان ويهرب الحصان في ناحية والعربية ماشية كده في الطريق. ويطلع هولمز فوق العربية بتاعت البروفيسور ويضربوا ويطاردوا بعض وتحصل حاجات كتيرة ويستخبى في العربية لحد ما العربية تقع في البحر. ويفتكروا ان هولمز مات لكن هو ما ماتش. فماسك في الحديدة فيساعده هولمز. كده انتهى الفيلم. وده كان ملخص فيلم توم اند جيري ميت شيرلوك هولمز. رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وصوتوا في المنتدى على ايه اننا كل بننزل حاجات جديدة. وان شاء الله الفيديو اللي جاي مسلسل.